هنعمل اليوم مسبحة الحمص بطريقة سهلة، والحمص سلقته بفيديو سابق. عنا هون معلقة من الثوم المهروس، ربع كوب من الطحينة. هلأ بجيب 2 كوب بنزلهم على الطبق، 2 كوب من الحمص المسلوق، وهلأ بدي اهرسهم. والحمص عندي كتير مستوي، رح ينهرس معي بكل بساطة. هلأ انهرسوا معي صاروا جاهزين. رح نزل عليهم معلقة من الملح على حسب الرغبة، ورح نزل عليهم ربع كوب من عصير الليمون الحامض، والعصير على حسب الرغبة. هلأ بخلطهم مع بعض. رح زيد عليهم كمان رح زيد عليهم ربع كوب من الماء سلق الحمص، وبقلبهم مع بعض. وإذا حسيتهم بحاجة لشوية مي برجع بزيد عليهم المي. هلأ أنا عندي ما عادش بحاجة للمي. هلأ صاروا جاهزين عندي للأكل. دقت الملح والحامض كل شي تمام فيهم. أكيد مندوق قبل ما نحطهم على السفرة. هلأ للتزيين نحن بنقدر نزين على حسب الرغبة. هلأ حطيت من الحمص المسلوق، رشيت عليهم سماق، نعناع يابسة، وفينا كمان نرش عليهم الحر كتير طيب معهم. رشيت زيت الزيتون. هلأ صار عندي صحن مسبح جاهز، رح زينه بالنعناع الخضرة. هلأ صحن المسبح الحمص كتير طيب مع بصل وخضرة حواليه، وناكله مع الخبز. وألف صحة وعافية من مطبخ فاطمة العالمي.